بسم الله الرحمن الرحيم. بقى حبايبي نبدا الفيديو. جبت توم، فصصت كام يعني حوالي 20 فص توم كده، حطيت عليه ملح والبابريكا وشويه شطه بودر والكمون. طبعا السمك بيحب الكمون والكمون بيحب السمك، لازم تبقي لك سخيه في الكمون. ايوه. وشويه فلفل اسمر، هنحط شويه خل، هنعصر عصير ليمونه، وحطينا معلقه طحينه. هضرب بقى كل المكونات دي وارجع لكم تاني. حطينا بقى عليها معلقه مستردة، وضربنا قرنين بتاع حبايه فلفل اخضر مع الخلطه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، جبنا الشبت وكزبره وبقدونس، عليهم جزر وفرمناهم مع بعض وحطيناهم كده على، حطينا بطاطس وفلفل اخضر وشرايح بصل. وعندي السمك هنا بالطريقه دي، انا عامله له فتحات كده زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى ان انا احشيه بالدقه او الخلطه اللي احنا عملناها في الاول خالص. دي حطيناها في الفتحات، ودي هنحطها في قلب السمك من جوه. لا، ما انا برضو عاملاه متبلين. ايوه يعني بصوا زي ما انتم شايفين اهو كده. وهنحط بقى الجزر بالخضره دي في القلب جوه. وكلوا بألف هنا وشفا، بطريقه سهله وبسيطه بقى، مش مفيهوش بقى، طريقه سهله وبسيطه وتنفع للدايت على فكره، مناسبه جدا جدا من غير مواد من الدقه اللي احنا عملناها بالبهارات. وحطينا عليها شويه زيت وهنعصر عليها ليمون، وهوريكم بقى. شايفين الجمال والحلاوه والله يا جماعه يتاكل. هندهنه بقى كده زي ما انتم شايفين، وهندخله الفرن على درجه حراره 180. يكون على بعضه تحت الشوايه. احنا هنحطه اصلا تحت الشوايه يا جماعه كانه مشوي. ايوه انا عايزاه مشوي يعني ياخد حراره بس كده من فوق، وبعدين السمك ما بياخدش عشان ما سوا. يتهراش. ايوه عشان ما يتهراش. هنوريهولكم. شايفين بقى الحلويات لما خرج من الفرن؟ بصراحه يا جماعه الريحه كانت رهيبه والطعم خطير جدا جدا جدا. عملنا معاه رز احمر صياديه، بس احنا بنحبه فاتح مش غامق، كان طعمه تحفه. مقلي وفي الفرن، صحي دايت، جربوها يعجبكم جدا جدا. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.